السلام عليكم، مرحبا بكم في قناة هوات الخواتات. اليوم غادي نوجد لكم مائدة غداء صيفية متكاملة ولذيذة جدا. نتمنى انها تنال اعجابكم، وتخليوا لي ارائكم في التعاليق، وتخليوا لي جيم، وتشتركوا في القناة بالنسبة لي مازال ما مشتركش، ونخليكم من المكونات وطريقة التحضير. بسم الله. اول حاجة غادي نبداو بها هي ستيك ديال لاداند او ديال بيبي مقطع. بالنسبة لي هنا استعملت انايا تقريبا واحد 500 غرام ديال ستيك ديال بيبي مقطع شرائح طويله. انا فايت لي صورت معكم الفيديو ديال المكونات، ولكن مع الاسف تمسح لي الفيديو، ما فيها باس. انا غادي نذكر لكم المكونات اللي استعملت فيه. بصله صغيره مشلضه مقطعه رقيق، 2 معالق كبار ديال القزبر والمعدنوس اللي قطعتهم، وضويمه ديال الثومه، اولا ممكن انكم تستعملوا 2 فصوص ديال الثومه محكوكين. والتوابل استعملت راس معلقه ديال البزار، راس معلقه ديال الملح، قليل من الكمون، قليل من التحميره، قليل من السكينجبير، قليل من الخرقوم عرق، ونص ضامه ديال الزعفران، قليل من الزعتر، وجوج بريقات ديال سيدنا موسى قطعتهم كيف ما كتشوفوا راه واضحين عندكم، وعصير ديال الحامض، ومعلقه كبيره ديال المطارد. خلطت الكل مزيان، غطيته ببلاستيك غذائي ودخلته للثلاجه، خليته تقريبا واحد ساعتين اولا ساعه ونصف. وبالنسبه للبطاطس قطعتها على شكل طولي، شكل فريد، غسلتها مزيان ودرتها في كاسرونه، ضفت عليها القليل من الملح والماء الكافي اللي غادي تسلق لنا البطاطا. شعلت عليها البوطه وخليتها حتى طلعت فيها الغليه، يعني غير كتبدا تبان لينا ديك الكشكوشه البيضاء كنطفيو عليها البوطه، نديرها في الصفايه تصفى ليا مزيان من الماء، ونخليوها حتى تبرد، عاد فاش غادي نرجع نقليها معاكم. وما يمكنش ما تكونش مائده غداء صيفيه وما يكونش محطوط فيها العصير. غادي نحتاج في العصير كاس كبير ديال عصير البرتقال، 2 برقوقات مقطعين، 2 خوخات مقطعين انا كنخليهم بالقشره ديالهم، وكنغسلهم غير مزيان وكنخليهم بالقشره ديالهم. وعندنا الدلاع مقطع، غير شويه الدلاع، هذاك الشيء اللي بقى لينا كنستعملوه، والسكر كيبقى على حسب الذوق. ضفت كلشي المكونات اللي عندي في الكاس ديال الخلاط الكهربائي، وضفت عليهم كاس ديال عصير البرتقال. بالنسبه للسكر، الا كانت الفواكه حلوه راكم ما غاديش تحتاجوا تضيفوا السكر. بالنسبه لي انا كان عندي البرقوق شويه حامض، لهذا اضطريت انني نضيف السكر. غادي نطحن كلشي المكونات عندي مزيان. والدنجال غادي نحتاجوا الدنجال مقطع دوائر، الشابلوغ اولا الخبز المحمص مطحون، قليل من الدقيق، وبيضه كامله. ضفت قليل من الابزار وقليل من الملح في الدقيق وفي الشابلوغ او الخبز المحمص وفي البيض. بالنسبه لي هنا انا مستعمل الخبز المحمص، يعني خديت غير الخبز ديال الدقيق الكامل وطحنته باش كيجينا الشابلوغ عفوا صحي. غادي ناخذ وغادي نضيف في البيض، غادي نضيف عليه القليل من الخل باش كتحيد لنا الزفوره ديال البيض. غادي ناخذ الدنجال وغادي نمررو في الدقيق اولا، من بعد غادي ندوزو في البيض، عاد فاش غادي ندوزو في الشابلوغ وغادي نقليه. في مقلاة كبيت فيها الزيت وخليته يسخن فوق البوطه قليلا. جبت القطع ديال الدنجال اللي درتهم في الشابلوغ والدقيق والبيض، درتهم فوق نار ما تكونش عاليه بزاف وما تكونش مهيله بزاف، نار متوسطه باش يتحمر لينا الدنجال على خاطرو. وانا راني دايره بطاطا طيب، بطاطا تقلى. بالنسبه للطريقه ديال البطاطا باش ما تجيناش شاربه الزيت، هي اننا نسلقوها. وكذلك المقله ديال الستيك راني درتها تسخن باش غادي نبدا نقلي في الستيك، اولا بالاحرى غادي نبدا نشوي في الستيك. ومن بعد ما سخلت ليا المقله دهنتها بتقريبا معلقه ديال الزيت، دهنتها كلها مزيان بالبانسو. عاد فاش خديت القطع ديال الستيك اولا ديال البيبي ستفتهم في المقله وخليتهم على نار مهيله باش يتشواو ليا على خاطرهم. رجعت للدنجال بديت كنقلب فيه كما كتشوفوا معايا راه بدا كيتحمر. ومن بعد ما طاب لينا الستيك ديالنا اولا القطع ديال الديك الرومي طابوا وتحمروا،
درتهم في طبسيل وهو مازال سخون. جبت الفيلم اليمونتير غطيت به الطبسيل كله مزيان باش الستيك ديالي يبقى رطب وكذلك يبقى سخون، وغادي نخليه مغطي حتى نبغي نقدمه عاد فاش غادي. والسلطه اللي غادي نقدموها مع هذه الوجبه سلطه مغربيه بامتياز اللي كتجي بنينه ولذيذه واللي ما كتخطط الدار، اللي هي كتكون فيها مطيشه والبصله والفلفله مشويه ومقطعين، ضفت عليهم الابزار والملح والزيت البلديه زيت العود. غادي نخلطهم مزيان وغادي نقدمهم في طبيصلات مع وجبه الغداء ديالي. هذا بالنسبه للكميه اللي عطيتكم انا في وجبه الغداء راها للشخصين فقط، غير انا وراجلي، يعني ما كنديرش كميه كبيره، غير الكميه اللي غادي تكفي. غادي نخلط السلطه ديالي وغادي تشوفوا التقديم ديال الوجبه. وهذا هو الشكل النهائي ديال الاطباق ديالي من بعد ما وجدوا. كيف ما كتشوفوا الدنجال ديالي من بعد ما قليته وتحمر، وكذلك لي ستيك ديال البيبي من بعد ما طابوا وغطيتهم حتى كيجوا رطبين وهشاش، والشليضه ديالي وجدات، والفريت ها هي طيبه وموجوده، وقدمتهم مع العصير اللي بارد وكذلك مع الزيتون الاسود والخبز الصحي بالخبز الدقيق الكامل. وهذه هي الوصفه ديالنا ديال اليوم، وكنتمنى ان الوجبه ديالي تنال اعجابكم. ما تنسوش انكم تدعموني بجيم وتشتركوا في القناه وتبارطاجيو الفيديو. الى اللقاء الى الفيديو القادم.